مش عارف فيها ايه لو كل القنصليات اللي هي بتعقد الامور مع المواطنين بتوعها ان هم يبقوا بسطاء وسهلين. يعني احكي لكم على موقف بسرعه كده. كان عندي ورق المفروض ان انا اخلصه في المجر، فقلت بدل بقى ما اروح المجر ومش عارف ايه والحاجات دي كلها اجرب في القنصليه المجريه، وكتفكيري ان انا لو في القنصليه مش هيعملوا لي حاجه. فالمهم قلت ابعت ايميل اسالهم، فبعت ايميل لقيتهم راحوا ردين عليا في الايميل. انتوا متخيلين بيردوا عليا؟ والله قعدت اعمل الايميل ريفريش كده يمكن انا مش مصدق ولا حاجه. فالمهم ان هم ردوا بمنتهى الاحترام ان انا لازم في ورقه معينه ولازم في تسجيل يحصل كده في حاجه في المجر هناك. فقالوا لي ابعت لهم ايميل، وانا التساؤلات اللي جوايا كلها وانا لو بعت ايميل هيترد عليه. فبعت الايميل لقيتهم راحوا ردين عليا، وخدت ميعاد في القنصليه بقى وراحوا مدخليني بمنتهى الشياكه والاحترام لحد ما خلصت ورق. طبعا هي خلصت الورق وصدقته وعملته وكل حاجه. فبالعقليه بتاعتي بسالها الورق اتكلف كام؟ يعني متخيلين الاحراج اللي انا فيه؟ فقالت لي مفيش فلوس خالص هتدفعها، دي وثائق وحاجات مجريه وده حقك. وقفت قدامها كده هي تسالني في حاجه تانية، فانا واقف قدامها مش عارف اتكلم، مش عارف ارد، مش عارف اقول لها ايه. لا والفكره ان هي خلصت لي الورق في نفس اليوم. انا حقيقي مش عارف اقول ايه. انا بحب المجر وبحب القنصليه المجريه اللي في المجر، ويا رب القنصليات التانية تتعدي من اللي انا قلته يا رب.